مفيش غير انا اللي خلفت. واه انا الوحيدة اللي في الدنيا اللي خلفت. هو احنا مش هنبطل بقى الكلام ده؟ مش هنبطل نعلي على بعض؟ مش هنبطل نقول كلام ملوش 60 لازمة؟ هو انتي مفيش غيرك اللي خلفتي؟ ده احنا كنا بنعمل وبنعمل وبنعمل وبنعمل. هو انتوا ليه يا جماعة شايفين ان انتوا كنتوا سوبر مامي واحنا لا؟ ليه انتوا كنتوا شايفين ان انتوا مش سوبر مامي، انتوا كنتوا سوبر مان سوبر وومن، تعملوا كل حاجة واحنا لا، ما بنقدرش نعمل حاجة. احنا اللي جيل فوفي وجيل متربي على الدلع. مع ان لا والله يا جماعة، احنا ولا جيل فوفي ولا جيل متربي على الدلع. انتوا بس في حاجة فايتة عنكم والله، وبقول الكلام ده لناس كتير قوي قريبة مني. في حاجة فايتة عنكم. آه ان انتوا يا جماعة زمان البيوت كانت مفتحة على بعض. بمعنى ان واحدة ولدت فجيرانها بيحبوا يجاملوها، والاهل والقرايب والصحاب. والدنيا زمان كانت غير دلوقتي، فكان كله بيشيل مع الست. تقدر تسيب الاولاد مع جيرانها وتروح تعمل مشوار، تقدر تسيبهم مع جيرانها عشان تروق، تقدر تسيبهم مع جيرانها عشان تعمل اي حاجة. البيوت كانت مفتوحة على بعض، كان في امان. طب احنا دلوقتي محدش بيشيل معانا. آه اهلنا مش دايما جنبنا، مش كل واحدة اهلها جنبها، فمحدش بيشيل معانا. مش فاتحين باب للجيران. اظن ناس كتير قوي مش انا بس مش فاتح باب للجيران، لان ما عادش في امان زي دلوقتي. واظن طبعا كلنا شايفين وعارفين ده كويس قوي. كل اللي بيحصل بنبقى منبهين على بناتنا وعيالنا وكل حاجة وبيحصل بلاوي. واظن الفترة دي في بلاوي كتير قوي من ساعة ما بدأت الدراسة، فمبقاش في امان. كنا كده زمان؟ كنا لا. كنا زمان عايز البنت او الولد يقعد عند جيران، عند جاره، ينزل يلعب في الشارع شوية. طب دلوقتي ينفع نسيب عيالنا في الشارع؟ لا. وبترجعوا تقولوا لنا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه يعني؟ انتوا جيل فافي، انتوا جيل اتربيتوا على العز والدلع. لا، احنا اللي سوبر مامي، احنا اللي شايلين الشيلة كلها لوحدنا، محدش شايل معانا. محدش شايل معانا غير بقى ضغوطات الحياة. فبلاش نعلي على بعض، بلاش نزايد على بعض، عشان بجد الموضوع بقى اوفر. وبقيتوا تضايقونا قوي قوي بكلامكم، وما بقيناش نستحمل. ما بقيناش نستحمل.